ده حبايبي نص كيلو من عجينة الصابون اللي هتحط معاها 5 جرام من البولي، 30 جرام من الريحة المائية، هتضيفهم على 8 لتر مية، هيطلع معاك صابون ممتاز جدا. طبعا عجينة الصابون متعادلة، هيطلع معاك صابون متعادل آمن على البشرة. أي حد هيستخدمه هينبسط منه جدا. دخله تكسبون، دخلها بيبي فور، حاجة روعة، حاجة ممتازة. ينصح ان احنا نقلب العجينة قبل ما نعبي، لان العجينة بتفصل معاك، وده مش عيب فيها لان نسبة السلفونيك هنا ممتازة، فمع الوقت بتفصل. فلما تقلبها وتعبيها وتحطها في الكيس وتيجي تحطها في الجردل، بتطلع معاك صابون ممتاز وصابون روعة جدا. فبدون مقدمات كتير، فيلا بينا على طريقة التصنيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي متابعين الكرام من مصر وجميع الدول العربية. دمتم ودامت أيامكم بكل الخير والحب والسعادة. بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى من والاه. معكم أخوكم أحمد الكومي، الأمل لتعليم صناعة المنظفات. احنا النهارده حبيبي هنعمل حاجة اسمها عجينة الصابون، اللي بكل سهولة هتطلعها لزبائن محلك. هياخدوا منها نص كيلو، وهنضيف عليه شوية حاجات كده، هيبقى تركيبة يعملها زبون المحل في البيت بكل سهولة. تبقى تركيبة متعادلة، هيعملها هينبسط منها جدا. فيلا بينا على طريقة التصنيع. أول حاجة معانا جردل، حطينا فيه 4 كيلو من المية. لازم نخلي بالنا ونحط الحاجة بالترتيب، ونحط باللي احنا بنقول عليه. 4 كيلو مية في الأول. بعد ما ضفنا 4 كيلو من المية، هننزل عليهم بأول حاجة معانا الميزانة طبعا تحت. هنزل عليهم بكيلو 80 جرام من الصودا السايلة. بسم الله. ونضيف كيلو و80 جرام من الصودا السايلة، ونخلي بالنا عن الصودا ما تزيدش. فاضل حاجة بسيطة بس نضيفها ونرجع لكم تاني. وبعد ما ضفنا حبايبي بالظبط الصودا بتاعتنا اللي هي كيلو 80 جرام من الصودا السايلة، طبعا هنقلبه كويس جدا. بعد ما قلبنا الصودا بتاعتنا، هننزل وراها ب3 كيلو من حمض السلفونيك. زي ما انتم شفتوا احنا مستخدمين سلفونيك الامل. سلفونيك يا جماعه حاجه ممتازه جدا، شفافيه وحاجه جوده ممتازه جدا جدا جدا. طبعا هنكمل بقيه ال3 كيلو ونرجع لكم تاني. وبعد ما حطينا ال3 كيلو من حمض السلفونيك، طبعا اهم حاجه بقى، اهم نقطه دلوقتي، ان احنا نقلب حمض السلفونيك كويس جدا لحد ما التكتلات دي، عفوا التكتلات الموجوده في المنتج دي تختفي تماما. ممكن ياخد معانا تقليب حوالي 10 دقايق. نديله وقته ونقلبه كويس جدا ونرجع لكم تاني. وبعد حبايبي ما دوبنا حمض السلفونيك تماما بنسبة 100%، وداب معانا. طبعا المنتج درجة حرارته دلوقتي عالية جدا جدا، لو حطيت ايدك عليه هتحس بدرجة حرارة عالية. فدلوقتي هنصبر على المنتج لحد ما يبرد تماما. وبعد ما يبرد تماما نبدأ نقيس البي اتش بتاعنا، ونظبط البي اتش بتاعنا على 7، عشان المنتج وعجينة الصابون تكون آمنة على أي حد يستخدمها. مجرد إنه يحطها في مية يبقى خلاص منتج آمن جدا جدا. نسيبه يبرد ونرجع لكم تاني. وبعد حبايبي ما سيبنا المنتج يبرد كده، طبعا هنظبط البي اتش، ولكن انا ظبطته عشان طول الفيديو. ولكن طريقة تظبيط البي اتش سهلة جدا. هنحط ورقة البي اتش من 1 ل6. بيحتاج صودا عشان يرفع لرقم 7. رقم 7 هو رقم التعادل. من 8 ل 14 بيحتاج سلة سلفونيك بسيطة، أو سنة ملح ليمون بسيطة. هينزل معاك ل7، و7 يكون آمن على البشرة. فدلوقتي هيظهر لك فيديو هنا هيعرفك، هتضغط عليه، عبارة عن رابط كده، هتضغط عليه هيوصلك لفيديو يعرفك طريقة قياس البي اتش كل تفاصيله. بعد ما ظبطنا البي اتش بتاعنا دلوقتي، انا مدوب دلوقتي حبايبي بالظبط 600 جرام من التكسابون، مدوبهم في 2 لتر ميه، يبقى 2 كيلو ميه و600 جرام تكسابون. طبعا يكون قبلها بحوالي 3 4 ساعات او 5 ساعات. هيدوب مع التكسابون تماما بالشكل ده. هنحطه مع التقليب.
وبعد ما قلبنا المنتج بتاعنا كويس دلوقتي، وبعد التكسبون هنضيف بالظبط 100 جرام من البي بي 4. والبي بي 4 هزود لنا من رغوة العجينة بتاعتنا، عجينة الصابون، وهنقلبه كويس جدا. وبعد ما قلبنا البي بي 4، بعد حبايبي كده بعد ما حطينا ال 100 جرام من البي بي 4، دلوقتي هنحط اللون بتاعنا. انا مدوب دلوقتي 15 جرام من اللون، طبعا لون اصفر، هضيفهم مع التقليب السريع. وبعد ما حطينا اللون بتاعنا، وبعد ما حطينا اللون حبايبي، دلوقتي هنحط المادة الحافظة. انا طبعا مستخدم هنا برماتول، ولكن لو مفيش برماتول عاوز تستخدم فورمالين عادي جدا، ولكن سيب الفورمالين فترة عشان ريحته تروح من المنتج. طبعا البرماتول لو حطيته ممكن تبيع من المنتج مباشرة، اهم حاجة يكون المنتج برد تمام. وبعد ما قلبنا المنتج بتاعنا